عايشة محمد العرنة، أنا من الفيصلية، برا راس العين. إيه من الجيش الحر، وضربونا بالرصاص وهججونا. بيوتنا راحت دمار بنوبة، راح لي 100 كيس شعير، راح لي 10 أكياس حنطة، راح لي مولدات، راح لي 3 مكيفات. 4 بيوت هذا الولادي راحت، 4 بيوت كلها معبية. ما نقدر نفوت، منو يخلينا نفوت؟ يروح يقطعون راسه. والله ماشي الحال، يجيبوا لنا هالغذائية، يجيب خشبة ثالث، يعني شهرين وإيه 3 سنين. اسمه خضر حسين الأهبل. والله ما هو مرضان مرض، أما هيك ما يقدر، عصبه هيك رخاوة عصب ما يقدر. أخذنا يقول نوبة نقص كلس، نوبة مدري إيش، نوبة يجونا التخاطر يعطونا شرابات حاجة كل شيء. بلا والله شيلته كلها نار بظهري، شافوا ولا دارك كلهم يشوفون. ما استحب القاع، رميته تعرف القاع وسخه اللي هي يعجز احطه بظهري، الا كان من شوي بظهري. كلها النار شايلته، كلها تشهد علي انه بظهري شايلته. يا ابوهم منفصلين، من زمان حكينا انه منفصلين وانا مستعد. ايه بحاجة كرسي، بحاجة علاج، بحاجة مصاري، بحاجة كل شيء. اللاجي مو بحاجة كل شيء. انا مخلي ماله، مخلي بيوته، مخلي مو بحاجة، والله بحاجة كل شيء. طلبنا بدنا أول شيء نرجع أي بيوتنا، واللي لقينا عمار قاعدين بيها، ما لقينا استعدونا بيها. منو اللي يساعدنا؟ غير المنظمات. منو؟ أنتوا هالمنظمات تستعد. بتقول أحمد الحمود، من راس العين، قرية المناجير. بسبب الضرب والرصاص والطيارة ما نقدر نقعد. والله مشاكل، يعني تعرفين الجيش الحر والدولة ما نعرف الضربة منين تجي. في ناس تهدمت بيوتها، في ناس انسرقت بيوتها، والله واحنا ما نعرف عنها شيء. ماشي الحال الحمد لله تمام. جاي يتقدم أغذية، أدوية، منظفات. عمر بنتي صارت بالسنة الرابعة. ما عم تمشي؟ لا تمشي بس رجلها اليسار هيك يعني مشدود عصبها ملاك. هي أول ما ولدت يعني احنا اول شيء فكرنا انه لانه نحن اولاد عم صار معاها اعاقه. قال الدكتور لا، لانه تاخرت بالولاده، صار معاها اختناق مدري ايش، وصار معاها نزيف. صارت تبكي كثير. اول شيء اول ما صارت زرقاء، ما يعني بنوم ما تتحرك. لما صحيت عادينا بلشت تبكي مع سكتة النوبة. اخذناها لعند دكتور بتل تمر، قال يا انه فتحه بالقلب معاها يا نزيف بدماغ. جبناها على مشفى العزيزيه هنا، صوروها طبق محوري ونقول بيه نزيف بدماغ. يظل 7-8 ايام بالمشفى لحتى وقف النزيف، يعني لان لو ظل النزيف كان قال ماتت. الحمد لله عادي انا وقف النزيف، وبلشت اعطيها علاج حب وشراب، وانه يقول صاير معاها ضمور بدماغ. اثر السعانه على نطقها ما تنطق، وعلى كانت ما تمشي بنوبة. إلى الحمد لله على العلاج أول بأول بلشت تمشي، بس رجلها يعني تظل تعرج عليها وما تنتقل هالسعين. والله تريدين الصراحة من أول ما نزحنا، يعني أول ما نزحنا ما عاد عالجنا. بدها دكتور فيزيائي، بدها علاج، ما عاد أقدر أعمل لها علاجها. تقولي اسم دكتور غالب عبد الله، ما أعرف إيش اسمه، رحت لعنده أعطاها مرة واحدة علاج بلاش يعني على الصيدلية. من بعدها عاد أنا والله شوي تقدر تقولين يعني أساعد حالي، أجمع من هين وأجيب علاجها. والله يا ريت إنه أمنوا لي جلسات فيزيائية اللي هي لو شان رجلها يعني مثل السعانة مكروبة كرب بنوبة، إنها تتحرك ترجع تمشي عليها، ما تعرج مثلها، تصير مثل كل هالبنات تقدر تسولف. السعانة أنطيها لعبة تطلع على الباحة ياخذونها من يدها، أقول منو خذاها؟ أبوه ما تعرف، تقول منو خذ لعبتها، منو أخذ مصاصتها، ما تعرف يعني. تقوم تبكي لما أخوها يقوم يحكي معاي ويسولف، وهي تظل تضحك علي هيش دانة، ما تعرف تنطق، ما تعرف تحكي مثله. شو رجع والله كلنا نتمنى أن نرجع على بيوتنا. لا وضع مو آمن، ما أقدر أرجع، أنا عندي أولاد.